كيكة الكريم كراميل من احلى الكيكات اللي ممكن تعمليها وهتنجح معاكي من اول مرة. هي كيكة بسيطة قوي في مكوناتها وخطواتها، واحلى حاجة فيها ان كلها تتعمل في الخلاط. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا على الطريقة. في الخلاط نزلت بكوباية من اللبن وعليها نص كوباية من السكر. الكوباية تكون واحدة اللي بعاير بيها كل المكونات. كيس من الكريم كراميل ضربته كله كويس قوي لحد ما كل حبيبات السكر دابت تماما، وده كان شكل الخليط. بعد كده زودت عليه كوباية الا ربع من الزيت، وهضرب تاني بالراحة خالص لان الخليط وقتها هيتقل معايا جامد. فهضرب شوية واريح الخلاط شوية عشان ما يبقاش تقيل على الخلاط. يا دوب دقيقة واحدة بس ضرب وخلاص، وهفصل على كده. هاخد من الخليط ده كوباية وشلتها في التلاجة. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. باقي الخليط نزلت عليه بيضتين، دي اول بيضة ودي التانية، وكيس من الفانيليا، ومعلقة من الخل. وهضرب تاني كويس. تمام قوي كده، وده كان شكل الخليط بعد ما اتضرب. نزلته في بولة. حلو قوي كده، وبعد كده زودت عليه كوباية من الدقيق منخولة، وعليها معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. نخلتهم كويس وبقلب في اتجاه واحد بالشكل ده، وبتأكد كده بسباتولا ان مفيش اي بقايا دقيق في الاجناب ولا من تحت. حلو قوي كده. جهزت معايا صينية دهنتها فرشة زيت. نزلت بالخليط في الصينية. تمام كده. هخبط الصينية كده خبطتين عشان اخرج اي بقايا هوا جوه الكيك. دخلتها فرن ساخن مسبقا درجة حرارة 170 على الشبكة رف اوسط، لحد ما تاخد لون ذهبي من تحت ومن الجوانب، وتبدأ تصفر خفيف من فوق. بشغلها الشواية في اخر دقيقة هتطلع معاكي بالجمال ده. بسيبها بعد ما بتطلع من الفرن 5 دقايق بس ترتاح، وبسقيها بربع فنجان صغير من اللبن البارد. يعني الكيكة تكون دافية واللبن يكون بارد من التلاجة، ربع كوباية بس. وبعد ما الكيكه بردت خالص بسيبها حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع براحتها خالص لحد ما تبرد. نزلت عليها بكوبايه من الخليط الكراميل اللي انا كنت شايلاه في التلاجة. فردته عليها كويس بمعلقه. وبعد كده نزلت عليه بكيس الكراميل اللي بيبقى في العلبه اللي جاي مع الكريم كراميل، وعملت بيه خطوط بالشكل ده بس كده، وبعود خشب. بعمل الاشكال دي من على الوش عشان يبقى شكلها حلو. بفضل رايحه جايه كده بس كده، بيدي الوش لمسه حلوه. الكيكه دي طعمها حلو قوي وخفيفه جدا واسفنجيه. الكريم كراميل ضايف طعم حلو قوي للكيكه. انا متاكده ان انتوا لو جربتوها هتعجبكم قوي. شايفين قوام الكيكه عامل ازاي؟ الكيك خفيف جدا واسفنجي وفاتح. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.